ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض بسكوت العيد زي ما عملنا مع بعض كحك العيد. هقولك على الطريقة الصحيحة اللي هتطلع معاكي. العجينة بتاع البسكوت انا بعتمدها معايا دايما، بقالي سنين بعمله، لا عمره فشل مني ولا عمره باظ مني ولا عمره اتقطع مني ولا اي حاجة من الحاجات اللي ممكن تقابلك دي ان العجينة تفشل منك. هيطلع معاكي هش وجميل كده زي ما انت شايفة ومخروش كده، وحاجة لذيذة جدا، والتسوية بتاعته المظبوطة برضو والمقادير بتاعته المظبوطة. يلا نخش عليها على طول ونسمي بسم الله ونقول الطريقة على طول. معايا هنا طبق كده ومعايا الكوب ده انا عايرت بيه كل المقادير بتاعتي، سواء سكر سواء سمنة سواء دقيق، عشان سهل عليك الموضوع. الناس اللي ما عندهاش مثلا ميزان وهتوزن بالجرامات تستخدم الكوب ده وهيطلع معاكي ان شاء الله عجينة ناجحة بإذن الله. كوبايتين من السكر البودر مطحون كويس جدا، عليهم كوبايتين من السمنة المتفرزة في التلاجة قبلها بشوية، يعني قبلها بساعة أو نص ساعة كده. المرحلة دي مهمة جدًا علشان العجينة بتاعتِك تطلع ناجحة برضه، إن هي السمنة قبلها بنص ساعة تكون محطوطة في التلاجة. هابدأ أضرب بيهم بالمضرب كده، ولو ما عندكيش مضرب بتقدري تعملي بإيديكِ، زمان كنا بنعمل بإيدينا. هافضل أضرب فيهم كده وأمكّسهم في بعض لحد ما يوصلوا معايا للون اللي أنتِ شايفاه ده، اللي هو اللون الأبيض، وكمان يعملوا فوم كده زي الكريم شانتيه بالضبط. كده زي ما انتم شايفين ده سبب نجاح برضو العجينة، ان احنا نفضل نضرب كده كويس اوي السكر بالسمنة، وبعدين نضيف عليهم 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، سواء تحطيهم متفرطين واحدة واحدة او تحطيهم مع بعض كده ونضربهم برضو في السكر والسمنة. هضرب فيهم برضو شوية كده لحد برضو ما يعملوا فوم زي الكريم شانتيه اكتر واكتر. هضيف عليهم هنا روح البرتقان، دي بتتجاب من عند العطار. ريحة البرتقان بتقولوا له أنا عايزة ريحة البرتقان، عليهم كده معلقة من الفانيليا السايلة أو كيس فانيليا صغير، عليهم معلقتين من تانج برتقان، بيدي طعم جميل أوي أوي. نيجي بقى للبن بتاعنا، نص كوباية من اللبن عليها معلقة ممسوحة من النشادر، ممسوحة بس. النشادر دي مادة رافعة زيها زي البيكنج باودر بالظبط، ما نكترش عشان خاطر ما تخليش البسكوت معاكي يعني يفرش او ان هو يبوظ منك او اي حاجة. معلقة ممسوحة بس. هقلب برضو كل المكونات السايلة دي مع بعضها كده شوية، وبعدين هجيب الدقيق بتاعي. الدقيق بتاعي ده 8 كوبايات او كيلو دقيق، 8 كوبايات من اللي انا كيلتهم دول بالظبط كيلو دقيق، عليهم معلقة ممسوحة من البيكنج باودر، برضو ما نكترش، ممكن كمان اقل من معلقة او معلقة الا ربع بيكنج باودر. تمام. هقلب معاكم بقى كده واعجن العجينة، انا مش هعجنها كتير، يعني انا هقلبها كده وهتطلع معاكي عجينة مش بتلزق ويعني مش ماسكة في ايدك كده اهو. بصوا هشوفوها معاكم، وعجنت فيها شوية لمدة مثلا 5 دقايق، لميتها معاكم اهي طلعت معاكم عجينة جميلة، مش مفرولة، بصوا مش مشققة، حاجة كده جميلة ومش ويعني وطالعة من ايدك مش ملزقة ولا اي حاجة. كده العجينة بتاعتي ناجحة. هحطها في التلاجة لمدة نص ساعة. دي مرحلة مهمة على ما اجهز الصينية واربط المكنة بتاعتي كده. كانت الدنيا تمام وهطلعها معاكم دلوقتي. الصينية اللي هعمل فيها مدهونة زيت كويس او زيت بسيط كده، وهبدأ ان انا احط العجين في المكنة واقطعه زي ما انتم شايفين كده اهو، وهبدأ ان انا اسويه. لازمًا القطعة بتاعتِك تكون مضبوطة، يعني دي بسِوَى دي، أو أنتِ عايزة تعملي عشوائي اعملي. زمان لا كانوا بيركّزوا في قطعة أو في شكل أو الكلام ده، هنا كنت قطّعت معاكم ونخش على التسوية على طول. على درجة حرارة 150 على الرف اللي في النُص، هيستوي معاكِ من تحت، مجرد ما ياخد لون كده ما تولّعيش من فوق، هو من تحت بس. الفرن هيطلع معاكِ التسوية زي ما أنتِ شايفة كده. شايفين الجمال؟ تسوية مضبوطة، ما تولّعيش الفرن من فوق، الفرن متولّع من تحت. كده يكون خلّصت معاكم البسكوت، وإن شاء الله الوصفة تعجبكم. وما تنسوش لو عجبتكم تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني وتعملوا شير كتير وكومنت حلو كده منكم. وهاسيب لكم كمان المكونات بالكتابة كده إن شاء الله تحت الفيديو بإذن الله أهو، ما شاء الله عليه. هتاخدوا أحلى بسكوتة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك، وشكرًا ليكم وربنا يحسن ما بين إيديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.